بهيج ملك الفسفور العجيب. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد من غاوات وعمر، والنهارده هنجرب الصينيه ماسنجر. شكلها جميل قوي وانا متحمس جدا ان احنا ندوقها. بصراحه انا مش قادر انا جوعت بصراحه بتجوع وريحتها روعه صراحه، يعني مع انها واخده وقت في التوصيل بس ريحتها ستيل موجوده يعني. حاجات بدت شويه بس يا رب يبقى الطعم جامد برضه يا رب. احنا عايزين حاجه معلش يا صبر. انا عايز اكل. انت بتعملها يا صبر؟ ايه اللي انا سامع ما بعملش حاجه اصلا، انا بشوف الاكل بايظ ولا لا. ماشي. انت بتعمل حاجه يا صبر؟ انا حاسس بتعمل حاجه. لا، ده كله اي ذكاء اصطناعي. اكل اي. ماشي يلا بينا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تدعي اخواتنا في غزه والسودان وجميع الدول العربيه، ربنا ينصرهم يا رب. يلا بينا ناكل عشان نجوع. بنبدا الاول بالسمك. يلا بينا نجمع السمكيه بلطي. تمام، سنجاري معموله بطريقه السنجاري. هل حجمهم في التصوير غير حجمهم في الحقيقه؟ انت شايف ايه؟ انا شايفها 2-1. انا شايفها عادي، هي صينيه واحده فعلا. ما شاء الله. انا دقت بصراحه قبل كده، انتوا شايفين في الفيديو باكل تحفه. انا عايز اجيب حته، عامل انت حرام سرقت الحته. انا خدت حته حلوه بالايه؟ حته بقى بلطي مع رز سنجاري. المفروض ده كيلو رز صح كده؟ ده الرز دوت تتبيلته مختلفه احلى بكتير. احنا طبعا اول مره نجرب فسفور في القناه، فمرحب بالفسفور او بقى فسفورات كتير. لا هو تتبيله البولت جامده، تتبيله البولت جامده فاهم يعني. انت بتجرب بولت من اماكن كتير. لا بولت حلو. والرز تتبيلته جميله قوي فعلا. ما اعرفش الرز حاطين عليه ايه بس حلو قوي. تيجي نجرب ماركه بيقولوا عليه زي في الليل، ما اعرفش والله. لا ده تحفه قوي بصراحه، طعمه حلو. تيجي نجرب الجمبري المشوي. على الجمبري المشوي ابو ايه؟ ابو ريش مشوي، هو كان بيقول حاجه كده. مش مشوي، مش عارف هو ده جمبري ابو شنب حرير. اللي بيخلي العجوز يطير. ماشي حلو. لا مش عجوز يطير، اي حد يطير. نسيت والله. يلا بينا نشد راسه الجامده دي. انت ما انت مقشرها بقى في البتاع بتدوس على طول. الجمبري تحفه بصراحه، تتبيله الجمبري تحفه. مش عارف حاطين عليها ايه. دوقها لوحدها كده بس مع شويه رز. صراحه انا بحب الرز بتاعهم جدا. الجدير بتذكر انها كل حاجه من دوقها بنقول لكم هي حلوه بس مش عارفين حاطين عليها ايه. شوفوا حد بيعمل ريفيو بقى يقول لنا. هو قال خلطه بهجه السريه. هو بيقول كده، احنا هنعرف خلطه بهجه السريه منين يعني. يا حلوه. لا تتبيلاتهم كويسه، اي حاجه بالسوس بتبقى كويسه فعلا. ممكن بقى لوحده جامد. تنجرب المالي مالي بالطحينه طبعا. اكيد. الطحينه بقى عيش مش هيكفي. معلش يعني، يا سكه كده يعني. انا وعمر شاب جايين بنتغدى، لو حد قاعد مستني ريفيو يروح يتفرج على حد بيعمل ريفيو. هو دي الراس صح كده؟ ما بحبهاش. انا مش باكلش بالراس. انا مش عارف الديل احيانا ممكن تاكل بس برضه مش عارف. الطحينه الطحينه سمكها جميل قوي، سمكتها سوري. لا بص يا حبيبي، انا اتعلم بقى تقلك كم حته طحينه بقى. يا ابن الذين هي ماسكه صراحه قوامها كويس. لا طعم القلي فيه حلو. مش عارف انا ليه منبهر. انا كنت مستني حاجه وحشه. والله كنت اصل هم قاعدين في ناس كتيره، مش ناس كتيره، هو ممكن واحد في حاجات زفره وانا صراحه مش عارف زفر ايه الشوربه اللي انت مش عايز تجربها. تحفه قوي. صبرك مش عايز يجرب الشوربه دي. الشوربه دي جميله موت. اوبا فيها الكابوريا، ريحه الكابوريا. انا بحب انت بتدوق بس على فكره احنا دي حبيبتي، ده حبيب بتاعتي مش بتاعتك دي. لا جميله قوي شوربه الجمبري دي، تحفه قوي بجد. بالذات انا فعلا ما كنتش عاوز اطلع عمر، لا احنا هنقف لسه يلا. هو بيعمل الشوربه عادي خالص وبتاع، سعر حلو 10 جنيه يعني. ما خدش حرفين دقيقه على بعض عشان بالظبط كده. هو بس كان الاكل عاوز يبقى سخن شويه. بس هو طعمه حلو بس هو عايز يبقى سخن شويه. هنجرب اللبن ده كان ايه؟ ده الجندوفلي. الجندوفلي مش عارف بتاكل ازاي بس ناخدها بالرز. الرز بتاعهم بيحل اي حاجه بصراحه. انا باكلها لوحدها الرز يعني في حاجه اصلا تحفه عادي زي بلح البحر والجندوفلي والحاجات دي عاديين خالص. فين البتاع دي؟ فين البلح البحر اللي هنا؟ يا كنت يا كنت يا عم. انا شوف يا حبيبي، تحفه قوي البتاع الاسود ده. بلح البحر ده جميل قوي. نعمل كده شايف لازم تشيل ايدين يا ولا مش عارف بقى اللي جواها بيتشال حاجه ولا لا. يا عم اظبط، انا ظبطتها مش كانت جميله.
بس انا شفت في حاجه لا عشان عاوز اكل الكابوريا. كاكل كابوريا؟ انت بتحب الكابوريا؟ بجد والله؟ انا بحب اي حاجه بتتاكل. اي حاجه بتتاكل. لا بروح البحر احسن. يلا نجرب الكابوريا. خد انت كابورياتك. امسك يعني. لا يا عم انا اخد كابورياتي لوحدي. انت تاخد الكابوريا الكبيره. اي يا عم الكابوريا. اوبا خصوصا يا جدعان عظمه. مستر سلطع. ايوه مستر سلطع. انا بحب الكابوريا بالشوربه. اوبا يا لهوي. اوف ايه الحلاوه دي يابا. يا اللهم بارك. في الرجل الكبيره اللي بيبقى فيها الايدين. ما اعرفش. انا بحب الايد دي، بحب اشفط اللي جواها. مش عارف بس هي تحفه. فيها برضه تتبيله حلوه. لا لحمه جميله وكتيره. كابوريا عاديه بس تتبيلتها حلوه صراحه. اليوم تتبيله حلوه. اوف. هي دي مش مشويه صح؟ دي اظن ممكن مسلوقه بس يبقى عليها تتبيله حلوه كده، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف ان الاكل حلو قوي يا ابني. احنا بنقول للناس راينا. ناكل احنا. الاكل جميل. بس اقول لك على حاجه. قول. في تتبيله معينه هم بيحطوها مخليه الاكل فعلا. انا عاوز اقول لك الصينيه دي انا ممكن اكلها كلها لوحدي. طب معلش احنا ماشي فعلا انت في طعم كده عارف. دي فاكر الفيديو اللي فات لما كنت بقول لك في اتوال ان هم عاوزين يحطوا كده على حاجه بتاع دي حلو ده حادق انت بتقول. لا دي النقطه. دي النقطه اللي هي بيبقى فيها طعم حلو. حته كده معينه بتلمس حته كده في دماغك. يا لهوي انا واخد بالي. هو يعتبر حاطط صوص صلصه مع شويه بصل مع حبه شكنات بالبهارات مديها طعم جميل. مش عارف فيها ايه. بحاول برضه اطلع الخلطه السريه. احنا لو سيبنا محمد مش هيعمل فيديو. هيكمل اكل يعني. لا الدنيا جميله جدا والناس دول بيعملوا اكل محترم. لا بجد والله تحفه والله ما شاء الله. انا فعلا ما كانتش اكله سمك جميله قوي كده بصراحه. طعمها حلو بصراحه تحفه بجد. مش تحفه. انت كانت اكله سمك حلو كده. هو انا بالنسبه لي صراحه طعمهم حلو. انا ما قلتش حاجه بس اكيد قيمه مقابل سعر تحفه تاني يعني. بس ماشي. اصل السمك على فكره السمك صحاب مش طواجن. مش فاهم بيقول ايه بس في حاجات كتير في الاسماك. نيمو. ايه ده؟ نيمو. ايه السمك صحاب مش السمك صحاب مش طواجن. بجد والله اللي ما اعرفش اقول الحته دي. تعرفش ولا ما اعرف. اتفرجت عليه 20 مره. معلش هرجع نيمو تاني. كلنا هنقول القسم. انا قرش مسالم مش متوحش وقاتل. لو عايز رأي السمك يتغير فيا لازم اغير نفسي الاول. السمك صحاب مش طواجن. انتظروني في مراجعات ليله الامتحان. سيب يا محمد الكابوريا. عذب الكابوريا. قول للمشاهد رايك. ركز كده وقول رايي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه السمك تحفه. تتبيله السمك بيدوب تمام. اللحمه بتاعته حلوه. الكابوريا فيها تتبيله جميله وحرفيا كده اهو عارفين انتوا اللي هي كده اهو خلاص اكمل اكلك اللي كده اهو يا كده اهو ماشي. وبلح البحر تحفه. الجندفلي جميل قوي. الجمبري فيه ريحه. انا مش عارف والله انا بقول ايه. ريحه ايه؟ مش ريحه طعم. المقلي التتبيله بتاعت القليه حلوه. هي يعتبر هو المقلي العادي اللي احنا بنجربه ممكن في اي محل عادي. بس ليه تتبيله كويسه. انا حاسس المميز عنده الحاجات اللي هي زي الكابوريا زي الجمبري اللي هي مشوي. اي حاجه مشويه اظن. والسمك ده سنجاري مشوي برضه. المقلي ولا هو السنجاري في الفرن. طب احنا كده قلنا المقلي. انت كده قلت كل حاجه. لا المقلي انا بالنسبه لي عادي كان بس عشان التانيين حاطين عليهم تتبيلات فكان طعمها كويس. لا انا عجبني قوي بصراحه المطعم اديله 10 من 10. لا حلو وتحفه. طلبت الاوردر سعر مقابل قيمه معقوله صراحه. كويس بالنسبه لاسعار الزمن دلوقتي يعني. وانا طلبت الاوردر وانا ماشي في المترو اصلا انا عاوز كذا رحت خدته وروحت. بس عظيم. فما ما شاء الله زي الفل. طبعا الفيديو لسه ما خلصش عشان احنا لسه ما جربناش ترند الشيبسي. بس هنعمل فاصل بين الاكلتين شويه وهنجيبه ونرجع له تاني. ماشي يلا باي باي. لا ما تروحوش حته. انتوا لسه موجودين لسه عليه. احنا اللي باي احنا علينا كل لسه الضحكه الشديده دي. كنت عاوز اجرب انا وعمر ترند الشيبس الجديد بس المشكله ما كانش معانا غير 80 جنيه وكنا عاوزينه كمان يكون طعمه حلو. فعرفنا ان اباتشي عامل المعادله الصعبه. ترند الشيبس الجديد ب 40 جنيه بس وكمان في منه طعمين. في منه طعم سلامي وفي منه طعم تركي اوريجينال وسبايسي. فقلنا ان احنا لازم نروح نجرب وندوق بنفسنا. اول حاجه نكسب الصلاه على النبي.
وبعد كده نبدا ندوق التركي. بصراحه تحفه جدا. الفكره كلها في ميكس الصوصات، يعني كله مع بعضه مع الصوصات. البرنس اللي حط الصوصات ده تحفه، راجل صح الصح وبيعمل شغل الصح الصح. تحفه 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 بجد، عجبتني جدا. خش تاني حاجه على السلامي. السلامي كان جميل قوي، كان هادي وصوصات حلوه فعلا. الميكس الصوت جميل جميل قوي، وكمان الفكره ذات نفسها كويسه قوي. بصراحه الاتنين اقيمهم 10 من 10. تحفه جدا 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 جدا، وفلوسهم فيهم حرفيا. انت بتاخد حاجه فلوسها فيها 40 جنيه، واخد طماطم كابوتشا ستريبس سلامي كاتشب ومايونيز، ومش طبقه واحده لا اتنين، وكل ده ب 40 جنيه. اباتشي عمل المعادله الصعبه. تحفه.